طلبة تالتة إعدادي، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر مصطفى حسني، مدرس مادة الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله في الفيديو ده هنعمل مراجعة جميلة جدا على أهم الأسئلة اللي موجودة على درس ثورة 23 يوليو 1952. لو لسه ما شفتش شرح الدرس هتلاقي لينك شرح الدرس موجود تحت الفيديو ده في الوصف. شوف الأول الشرح عشان تفهم الدرس بشكل كويس، وبعد كده تعالى تابعني في حل الأسئلة في الفيديو ده. يلا بينا مع بعض نبتدي ونقول بسم الله. السؤال الأول هنبتدي في فقرة أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. رقم واحد بيقول لي هنا: حاصر الإنجليز في فبراير 1942 قصر عابدين لإجبار نقط على تعيين نقط رئيسا للحكومة. طبعا كلنا عارفين إن في فبراير 1942 الإنجليز جابوا الدبابات بتاعتهم وراحوا محاصرين قصر عابدين لإجبار الملك فاروق اللي هو حاكم مصر في الفترة دي على تعيين مصطفى باشا النحاس رئيسا للحكومة. السؤال رقم 2: أذاع نقط البيان الأول لثورة 23 يوليو 1952 من دار الإذاعة المصرية. طبعا الشخصية اللي أذاعت البيان بصوته طبعا هو محمد أنور السادات. انما لو قالك اتكلم باسم مين طبعا هيبقى محمد او اللواء محمد نجيب. سؤال رقم 3: ساهمت ثورة 23 يوليو 1952 على المستوى العربي في تحقيق استقلال كل من نقط ونقط. ونخلي بالنا من السؤال ده عشان هنا محدد انجازات الثورة في المجال العربي او المستوى العربي. يعني مفيش حد يكتب دولة كينيا، لأن دولة كينيا دي دولة مش عربية، هي دولة إفريقية، فهنختار دول عربية. طبعا احنا عندنا دول كتير جدا الثورة ساهمت في تحقيق استقلالها. هنختار مثلا أو هنكتب مثلا اليمن والكويت. واحد تاني يكتب مثلا السودان الجزائر، مفيش مشكلة خالص، بس أهم حاجة نكتب دول عربية وليست دول إفريقية. بعد كده السؤال رقم 4: عقد مؤتمر نقط بأندونيسيا في عام 1955. طبعا المؤتمر اللي اتعمل في أندونيسيا سنة 1955 اللي شكل حركة عدم الانحياز هو مؤتمر باندونج في أندونيسيا. بعد كده هندخل على السؤال التاني، فقرة اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم واحد: يرى بعض المؤرخين أن ثورة 23 يوليو 1952 تكتسب أهمية عالمية لارتباطها بإيه؟ هل هي استقلال البلاد العربية، ولا حركة الحياد الإيجابي، ولا القضاء على الإقطاع، ولا إنشاء جامعة الدول العربية؟ خلي بالك هنا السؤال طالب منك إن الثورة اكتسبت أهمية عالمية وليست عربية، يعني احنا ما نختارش هنا في الاختيارات حاجة ليها علاقة بالدول العربية. لا، هو مش عايز على المستوى العربي، هو عايز المستوى العالمي. يعني ما يجيش حد يقول لي استقلال البلاد العربيه، لا طبعا البلاد العربيه دي بيتكلم على المستوى العربي، هو عايز اهميه عالميه. ما يجيش برضو حد يقول لي القضاء على الاقطاع، لان الاقطاع دي كانت ظاهره في مصر ومصر دوله عربيه. ما حدش برضو يقول لي انشاء جامعه الدول العربيه، لا يبقى الاختيار عندنا حركه الحياد الايجابي لان دي حركه عالميه. لما قلنا ان مصر انضم ليها طبعا الهند ويوغوسلافيا، وعملوا طبعا المؤتمر ده وكان في اندونيسيا زي ما قلنا من شويه، فالاجابه حركه الحياد الايجابي. السؤال رقم 2: يعد من العوامل الداخلية اللي أدت لهزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48. طبعا هو برضو هنا نفس الفكرة، هو عايز عامل داخلي وليس خارجي اللي خلى الجيش المصري يتهزم في حرب فلسطين 48. رفض الملك فاروق للحرب، لا هو الملك فاروق ما وافقش اساسا ولا رفض اساسا، فملهاش علاقه. هل هي سوء الاحوال الاجتماعيه؟ لا، الاحوال الاجتماعيه ملهاش علاقه اصلا ان الجيش المصري يتهزم في حرب فلسطين 48. طب تدهور الاحوال الاقتصاديه؟ نفس الفكره. لا، يبقى برضه فساد النظام الملكي، لان النظام الملكي ده اللي هو طبعا بينطبق على الملك فاروق، والملك فاروق بيحكم مصر، فاذا ده نظام داخلي وهو طالب مني العوامل الداخليه. السؤال رقم 3: يعد من الأسباب اللي جعلت مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية التانية. هل هي حرب فلسطين، ولا الأسلحة الفاسدة، ولا الصراع بين الأحزاب، ولا معاهدة 1936؟ طبعا اللي شاف الدرس وفهم الدرس هيعرف إن معاهدة 1936 كان من ضمن الأسباب اللي خلت مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية التانية واستنزاف طبعا مواردها لخدمة الحلفاء. فالإجابة معاهدة 1936. بعد كده السؤال رقم 4: العامل المشترك بين سوء الأحوال الاجتماعية واختفاء الحياة الديمقراطية السليمة. هات لي حاجة من الأربع اختيارات دول، حاجة مشتركة ما بين سوء الأحوال الاجتماعية واختفاء الحياة الديمقراطية. انت خدت معايا في الدرس، الناس اللي ذاكرت معايا أول بأول، إن الصراع بين الأحزاب
كان سبب من سوء الأحوال الاجتماعية، كانت بتتخانق مع بعضها وكان في بينها تنافس من أجل الوصول للسلطة. وبرضو كمان اختفاء الحياة الديمقراطية السليمة اختفت بسبب برضو الصراع وفساد الأحزاب من أجل الوصول للحكم، فدي كانت حاجة مشتركة ما بين العاملين دول. بعد كده السؤال رقم 5: سيطر نقط على جميع قطاعات الجيش المصري بعد إذاعة البيان الأول لثورة 23 يوليو 1952. احنا لسه قايلين من شوية إن اللي أذاع البيان بصوته كان محمد أنور السادات، وبعدها قلت إن محمد أنور السادات أذاع البيان باسم مين؟ طبعا باسم اللواء محمد نجيب، فكده محمد نجيب يعتبر إن هو سيطر على جميع قطاعات الجيش المصري. بعد كده السؤال رقم 6: تحقق الهدف الأول لثورة 23 يوليو 1952 عن طريق إيه؟ لو أنت مذاكر الدرس بشكل كويس، لو بالترتيب أنت حافظ، هتلاقي إن أهداف الثورة رقم واحد إيه؟ كانت السيطرة على الاستعمار. طب الثورة حققت الهدف ده ازاي؟ لما مصر وقعت اتفاقية الجلاء، وبعد كده طبعا الإنجليز مشيوا بعد 20 شهر من تاريخ هذه الاتفاقية. فالهدف الأول للثورة اللي حققته هو توقيع اتفاقية الجلاء، بما ان ده الهدف الاول بتاع الثورة. بعد كده هندخل على السؤال اللي بعده، اللي هو فقرة اكتب كلمة صواب او خطأ امام العبارات الاتية. نقرا مع بعض الاسئلة. السؤال رقم 1: رحلت القوات البريطانية عن مصر بموجب تطبيق معاهدة 1936. طبعا الاجابة خطأ. طب ليه غلط وايه الصح فيها؟ لان القوات البريطانية رحلت عن مصر بس بموجب اتفاقية الجلاء اللي هي طبعا تم توقيعها في اكتوبر 1954، مش معاهدة خالص 1936. السؤال رقم 2: وافق الملك فاروق على مغادرة البلاد قبل الميعاد المحدد ليه. طبعا الإجابة صواب أو صح. ليه؟ لأن الملك فاروق طبعا أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه، بالإضافة أن الإنجليز اتخلوا عنه. بعد كده السؤال رقم 3: تمصير شركة قناة السويس البحرية من أهم إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 في المجال الاقتصادي. أنا قلت قبل كده وأنا بشرح الدرس ده معنى كلمة تمصير شركة قناة السويس، معناها إن شركة قناة السويس أصبحت إدارتها مصرية 100%، يعني ما عادش فيها أي إدارة أجنبية أو موظفين أجانب. طيب شركة قناة السويس أصبحت مصرية 100% وفقا للمجال الاقتصادي؟ لا، ده كان مجال سياسي، فالإجابة هتبقى خطأ، والمفروض إن احنا نشيل كلمة الاقتصادي ونحط مكانها السياسي. بعد كده السؤال رقم 4: تعد الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958 أحد إنجازات ثورة يوليو 1952؟ فعلا الإنجاز ده كان من الإنجاز في المجال العربي، فالإجابة هتبقى صواب أو صح. بعد كده السؤال رقم 5: كسرت مصر احتكار السلاح العالمي بعقد صفقة الأسلحة الشرقية. واحنا برضو بنشرح الدرس قلنا ان مصر سنة 1955 راحت او كانت عايزة تشتري سلاح، فراحت طبعا للاتجاه الغربي او القسم الغربي. امريكا طبعا رفضت ان هي تديها سلاح، بعد ما كانت طبعا امريكا محتكرة السلاح او بتتحكم في السلاح في العالم كله. فراحت مصر ايه؟ راحت اشترت سلاح من روسيا لما عملت صفقة أسلحة شرقية معاها، فكده كسرت مصر، يعني كسرت احتكار أمريكا للسلاح في العالم لما اشترت سلاح من روسيا، فالإجابة هتبقى صواب أو صح. بعد كده هندخل على السؤال اللي بعده، اللي هو السؤال الرابع، اللي هي فقرة اكتب المصطلح التاريخي لكل عبارة من العبارات الآتية. السؤال رقم 1: تنظيم كونه بعض ضباط الجيش المصري قبل ثورة 23 يوليو 1952 بهدف استقلال مصر. طبعا ده تنظيم الضباط الأحرار. السؤال رقم 2: معاهدة جعلت مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية التانية واستنزفت مواردها. طبعا احنا اتكلمنا عليها من شوية، المعاهدة اللي خلت مصر يعني أرضها وميادينها معارك للحرب العالمية التانية هي معاهدة 1936، وطبعا ده كان لخدمة بريطانيا وحلفائها. بعد كده السؤال رقم 3: قانون صدر في سبتمبر 1952 للقضاء على الإقطاع. طبعا ده كان قانون ايه يا ولاد؟ قانون الإصلاح الزراعي. بعد كده السؤال رقم 4: حركة ساهمت مصر في تشكيلها تقوم على عدم الانضمام،
إلى أي من الكتلتين الشرقية والغربية؟ طبعا الحركة دي اتكلمنا برضو عليها من شوية، اللي هي حركة عدم الانحياز، اللي تم طبعا عقدها في مؤتمر باندونج في أندونيسيا سنة 1955. بعد كده هندخل على السؤال الخامس، اللي هي فقرة بما تفسر، اللي هي الأسئلة المقالية، ونخلي بالنا من الأسئلة دي مهمة جدا جدا جدا. سؤال رقم واحد: ليه قامت ثورة 23 يوليو 1952؟ نخلي بالنا عشان في ناس كتيرة جدا لما بيجي لها سؤال زي ده ما بتبقاش اصلا فاهمة معناه. طبعا بما تفسر هنا معناها اذكر طبعا السبب، فهنا بيقول لك ايه اللي خلى اصلا الثورة تقوم. واحنا بنشرح الدرس طبعا قلنا لو جه سؤال زي ده احنا محتاجين ان احنا نقول الست اسباب او الست عناصر فقط من غير شرح، فاحنا لازم نحفظ الست عوامل او الست اسباب فقط، رؤوس عناصر، من غير ايه، من غير شرح. فالثورة قامت بسبب استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون الداخلية لمصر، هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948، وفساد النظام الملكي، وعدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، وتدهور الحالة الاقتصادية لمصر، وسوء الأحوال الاجتماعية. هم دول الأسباب الستة اللي من خلالهم قامت ثورة 23 يوليو 1952. بعد كده هندخل على السؤال رقم 2: سقوط الادعاءات المزيفة باستقلال مصر عقب حادث فبراير 1942. في برضو معظم الناس برضو بتكون اصلا عارفة الاجابة بس مش فاهمة رأس السؤال. السؤال هنا معناه ايه او هو بيقول ايه اصلا؟ بيقول ان كان في ادعاءات، يعني اقاويل كاذبة، طبعا مزيفة هنا معناها كاذبة، يعني بتقول ان مصر استقلت بعد حادثة فبراير 42. الكلام ده طبعا ايه، خطأ، فعشان كده بيقول لك سقطت، يعني كلها كانت ادعاءات ايه، كاذبة. اه فعلا، الدليل على كده ايه؟ ان قامت قوات الاحتلال البريطاني بحصار قصر عابدين في 4 فبراير 1942 لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى باشا النحاس رئيسا للحكومة. بعد كده السؤال رقم 3: هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. يعني بيقول لك هو ليه الجيش المصري أصلا اتهزم في حرب فلسطين 48؟ عشان طبعا عندنا سببين: رقم واحد، دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإسرائيل، بيدعموا إسرائيل على طول، فعشان كده إسرائيل كسبتنا في الحرب. وعدم استعداد الجيش المصري والعربي عسكريا للحرب. بعد كده السؤال رقم 4: عجز الأحزاب عن التعبير عن إرادة الشعب ومطالبه. وخلي بالك برضو من السؤال ده، السؤال هنا بيقولك هو ليه الأحزاب اللي كانت منتشرة في الفترة دي كانت عاجزة، ما كانتش عارفة يعني تعبر عن إرادة الشعب. احنا قلنا قبل كده لأن طبعا الأحزاب دي كانت فاسدة وما كانتش طبعا لصالح الشعب المصري، وكلها كانت بتتخانق مع بعضها من أجل الوصول للسلطة أو الحكم. فالإجابة بسبب فساد هذه الأحزاب وزيادة الصراع بينهم من أجل الوصول إلى الحكم. بعد كده السؤال رقم 5: وافق الملك فاروق على مغادرة البلاد هو وأسرته قبل الموعد الذي تم تحديده. قلنا برضو من شوية. الإجابة لأنه أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه، بالإضافة إلى تخلي الإنجليز عنه. بعد كده السؤال رقم 6: إصدار قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952. ليه صدر أصلا قانون الإصلاح الزراعي؟ طبعا الإجابة بسيطة جدا: للقضاء على ظاهرة الإقطاع، اللي هم الإقطاعيين اللي كانوا بيمتلكوا أراضي مساحات كبيرة جدا، وطبعا الفئة دي كانت بتملك وتستبد. بعد كده هنخش على فقرة جديدة، المفروض اللي هو السؤال السادس، تمام، بس طبعا كلمة التالت هنا مكتوبة خطأ. ما النتائج المترتبة على رقم واحد توقيع؟ ايه النتائج المترتبة على توقيع مصر لمعاهدة 1936؟ لما مصر وقعت المعاهدة دي مع بريطانيا اللي هي معاهدة 1936، ايه اللي جرى، ايه اللي حصل بعد كده؟ طبعا الإجابة جعل مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية، واستنزاف موارد مصر لخدمة بريطانيا وحلفائها، مما أرهق الاقتصاد المصري وزادت معاناة أفراد الشعب المصري. بعد كده السؤال رقم 2: إيه النتائج المترتبة على سوء توزيع ملكية الأرض الزراعية قبل عام 1952؟ السؤال ده مش مباشر، نخلي بالنا. طبعا احنا عرفنا ان ظاهرة الإقطاع كان ظاهرة منتشرة، وطبعا الفلاحين ما كانوش عندهم تملك خالص للأراضي، والفئة الصغيرة هي اللي كانت بتملك وتستبد. فالإجابة بسيطة خالص: ترتب على ذلك أن جعل فئة صغيرة تملك وتستبد، وانتشر طبعا ظاهرة الفقر والجهل والمرض. بعد كده السؤال رقم 3:
النتائج المترتبة على إنشاء السد العالي. السد العالي طبعا ليه نتائج إيجابية، زي طبعا حماية البلاد من خطر الفيضان وتخزين المية وتوليد الكهرباء. هندخل بعد كده على آخر فقرة، السؤال السابع، اللي هي دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. سؤال رقم واحد: اختلاف آراء المؤرخين، السؤال ده مهم جدا، حول ثورة 23 يوليو 1952. طبعا احنا قلنا ان الثورة دي اختلف عليها مؤرخين كتير وتعددت الآراء حواليها. طبعا الإجابة: بعض المؤرخون يرون أنها تكتسب أهمية كبيرة لما تركته من آثار على أغلب الحركات التحررية في المنطقة العربية بشكل خاص وفي العالم بشكل عام. وطبعا أسهموا قادتها في تشكيل حركة عدم انحياز. وهناك طبعا مؤرخين آخرون يرون أنها لم تبدأ عندما تم تأسيس تنظيم الضباط الأحرار، إنما كان هذا التحرك مكملا لنضال طويل لشعب مصر الذي صار ضد الفساد والاحتلال وسوء الحكم منذ الثورة العرابية وثورة 1919 وحتى ثورة 23 يوليو 1952. بعد كده السؤال رقم 2: فساد. الدليل ان النظام الملكي كان فاسد قبل ثورة 23 يوليو 1952. احنا قلنا طبعا ان الملك فاروق كان ملك طبعا، حكمه كان حكم استبدادي، ده غير طبعا صفقة الأسلحة الفاسدة. فالإجابة: استبداد الملك فاروق بالحكم وانتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. بعد كده هنخش على السؤال رقم 3: الدليل إن ثورة 23 يوليو 1952 نجحت في تحقيق هدفها في القضاء على الاستعمار وأعوانه. ولسه برضو قايلين الكلام ده من شوية، احنا مشينا بريطانيا ازاي، قضينا على الاستعمار ازاي. طبعا الكلام ده بيقول ان تم توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر، اللي قرر فيها جلاء القوات البريطانية عن مصر خلال 20 شهر من تاريخ أو توقيع الاتفاقية، اللي كانت طبعا في أكتوبر 1954. بعد كده سؤال رقم 4: اهتمام. الدليل إن ثورة 23 يوليو 1952 اهتمت بالصناعة في مصر. الإجابة بسيطة جدا، حيث تم إنشاء العديد من المصانع زي مصنع الحديد والصلب اللي اتعمل في حلوان ومصنع الأسمدة في أسوان. الاهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني، والاهتمام بالبحث والتنقيب عن البترول وإنشاء معامل لتكرير البترول. سؤال رقم 5: استطاعت ثورة 23 يوليو 1952 تحقيق إنجازات في التعليم. طبعا الإجابة سهلة جدا، حيث جعلت التعليم بجميع مراحله بما فيها التعليم الجامعي بالمجان. آخر سؤال عندنا في الفيديو ده رقم 6: ظهر اهتمام الدولة المصرية بالمرأة بعد ثورة 23 يوليو 1952. لو انت برضو مذاكر معايا الدرس أول بأول، هتلاقي ان من ضمن إنجازات الثورة في المجال الاجتماعي منح المرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس الأمة اللي هو مجلس النواب حاليا، والكلام ده سنة 1956. وبكده نكون خلصنا مراجعة أول درس عندنا في التاريخ اللي هو ثورة 23 يوليو 1952. يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وشير وتاج بقى مع كل أصحابك عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من طلبة تالتة إعدادي. وإن شاء الله استنوني في الشروحات والأسئلة والمراجعات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.